النهاردة أنا جاية أقول لكم على كل حاجة خاصة برحلة الأقصر وأسوان على هيئة أسئلة وأجوبة. زي مثلا كل الفنادق اللي عايمة في النيل اسمها نايل كروز، أفرق ما بينهم إزاي وإيه أحسنهم وإيه الفرق ما بينهم. كل ده هنشرحه خطوة بخطوة، خليكم معانا. أول سؤال، أنسب وقت أطلع فيه إمتى؟ طبعا هناك مشتى، يعني أنسب وقت هناك أطلعه في الشتاء من أكتوبر لمارس. عن نفسي أنا طلعت مرة في أول مارس، كان برضو الجو فيه حر هناك شوية، فأنسب وقت تطلع فيه من شهر 12 لشهر 2. تاني سؤال، أطلع بالطيارة ولا بالقطر؟ طبعا ده بيرجع لإمكانيات كل واحد، بس طبعا الطيارة أريح بكتير جدا. أما بالنسبة للقطر بياخد حوالي 16 ساعة، فلو هتركب قطر يبقى قطر النوم طبعا. السؤال التالت، كل الشركات بتطلع مراكب النايل كروز بس بأسعار مختلفة وأسماء مختلفة، أفرق ما بينهم إزاي؟ طبعا انا هجاوب واقول اول ما بنوصل من الطياره او القطر، شركه السياحه بتوفر لك طبعا اتوبيس بيوديك للنايل كروز اللي انت حاجز فيها. النايل كروز ده عباره عن ايه؟ عن فندق عايم في النيل، زي ما انتم شايفين كده، هو ده كده الفندق. بص، فندق كامل ماشي في قلب النيل، واللي فوق ده الصندوق اللي انتوا بتقضوا عليه يومكم كامل. النايل كروز بقى اللي هو اللي قدامكم ده، يا ترى بيختلف من واحد للتاني؟ انتوا شايفينهم طبعا عددهم مهول، مش عايزه اقول لكم الاعداد قد ايه. بيختلف في ايه؟ بيختلف في مستوى الاكل، مستوى الغرف، النظافه. زي فنادق شرم كده 4 نجوم 5 نجوم، مستويات يعني مش اكتر. في رحلتين بقى، رحله بتطلع من الاقصر لاسوان، وفي من اسوان للاقصر، لكن البرنامج واحد في كل المراكب. يعني ايه بقى البرنامج واحد في كل الرحلات؟ يعني كل النايل كروز اللي انتوا شايفينها دي، كل الرحلات فيها واحدة. يعني انت ممكن توفر في الفلوس وهتطلع نفس الرحلات اللي اي نايل كروز غالية طلعوها، بس اهم حاجة ما يكونش فارق معاك الامكانيات اللي احنا قلنا عليها زي النوم والاكل. في ملحوظة بقى لازم تاخد بالك منها، وهي حاجة اسمها إكراميات المركب، ودي لازم تسأل عليها شركة السياحة هل هم دافعينها ولا لأ، عشان ما تروحش وتتدبس فيها هناك، ودي على كل فرد في المركب. دي مثلا كده الغرفة، انت طبعا بتشوف النيل وانت ماشي طول ما انت ماشي، لكن لما بترسى ممكن ما تشوفش النيل. يعني دي احنا رسينا في مكان شفنا منه النيل، ممكن ترسى في مكان تاني بقية المراكب بتبقى واقفة جنبك ما تقدرش تشوف منها النيل. وطبعا خلي بالك التلفزيون طول ما هو المركب راسية بيشتغل، المركب لما بتتحرك التلفزيون على طول ما بيشتغلش. طبعا مستوى الأكل بيبقى العادي، فطار غدا عشاء، بس طبعا على حسب إمكانياتك زي ما احنا قلنا، ممكن تلاقي الأكل واو لو انت دافع إمكانيات أعلى. وبالنسبة للمشروبات طبعا هي من غير مشروبات، زي ما انتوا شايفين هي المشروبات دي بس وقت الأكل، غير كده مفيش مشروبات، والمشروبات غالية جدا على المراكب لأنها بأسعار سياحية. بس احنا كنا بنعمل حاجة حلوة جدا، المركب أول ما بترسى في أي مكان احنا بننزل ونجيب حاجاتنا ومشروباتنا وكل اللي احنا مستلزماتنا كلها من بره، وطبعا مفيش أكتر من أي سوبر ماركت خارج في أي مدينة. بس طبعا في ملحوظة، ان انت يا دوبك بتاكل وبتنام وبس، يعني الوقت مختصر جدا. البرنامج الرحلات تطلع من رحلة على رحلة، من دي على دي ما بتلحقش. احنا كنا بناكل قبل الاكل بيبقى فيه رحلة، وبعد الاكل كان بيبقى فيه رحلة. يعني الوقت بس اللي احنا بنقضيه في المركب على الصندق فوق اللي هو السطح، كنا بنقضي بعض الوقت وهي المركب ماشية راحة من مكان لمكان، هو ده الوقت اللي كنا بنقضيه في المركب. غير كده كان كله رحلات بره المركب. في ملحوظة تانية، في رحلة 4 أيام وفي 5 أيام. طبعا يا جماعة الاتنين واحد، رحلاتهم والبرنامج فيهم واحد، مش مختلف في أي حاجة، بس في ناس بتحب تقضي يوم زيادة مش أكتر من كده، لكن الاتنين واحد، سواء بقى من أسوان للأقصر أو من الأقصر لأسوان، الاتنين واحد. طبعا اللي حابب يشوف كل حاجة عن الأقصر وأسوان، أنا مصورة بالتفصيل، في رحلة مصورها بالتفصيل من ساعة ما رحنا بالطيارة لغاية ما رجعنا، بكل رحلاتها، بالأكل، بالمركب، بالنوم، بالغرفة، بكل حاجة، حتى قعدتنا فوق على الصندوق، كل حاجة أنا مصوراها في الفيديوهات دي، ممكن إن انتوا ترجعوا لها وتشوفوها كاملة. يعني بالنسبة للرحلة اللي أنا مصورها لكم دي، الأكل كان عاجبني جدا،
مع اني انا طلعت في حاجه وسط، لا عاليه قوي ولا برضو رخيصه، فطلعت في حاجه وسط بس بامانه يعني كانت حلوه بالنسبه لي، انا كانت حلوه جدا. ده كده صندوق. طبعا في بيقدموا الساعه 4 كيك وبيتيفور ومشروب. طبعا اجمل قعده هي قعده الصندوق، ده قعده خرافه، والطبيعه طول ما انت ماشي فيها روعه. طبعا في بسين بس يعتبر برضو مش غويط، مش على عمق، فممكن الاطفال يبقى حلو جدا، لكن الكبار ما اعتقدش ان هو هيبقى حلو ليهم. ده طبعا على كل المراكب. دي الزيادات بقى اللي على المركب، اللي هو الشاي والكيك، وفي حفلة في اخر يوم بيعملوها لك اسمها جلابية بارتي، بس دي بتبقى بالليل على اساس ان انت هتمشي اخر يوم، فبيعملوها لك كحفلة. في ناس كتيرة طبعا ما بتحضرهاش لانهم بيبقوا ميتين عايزين يناموا، وفي ناس بتحضرها. دلوقتي بقى هنتكلم على برنامج ايه الرحلات. يا ترى كله تبع شركة السياحة، ولا يا ترى اما بنروح هناك بندفع فلوس على رحلات خاصة تانية؟ كل الرحلات اللي تبع شركة السياحة بتبقى مجانية كلها، شاملة الانتقالات الداخلية، ما عدا الحاجات الاختيارية زي مثلا مقبرة توت عنخ آمون، دي الوحيدة اللي في وادي الملوك اختيارية، تدخلها أو لا ب40 جنيه الفرد. بالنسبة للرحلات الاختيارية حديقة النباتات والقرية النوبية، دي الفرد ب250 جنيه، دي للي حابب يطلعها. وفي البالون أو المنطاد، وده هيقولك 800 جنيه الفرد، لكن طبعا انت بتختصر معايا، يعني احنا قلنا له 400 جنيه ووافق، وانت وشطارتك بقى تنزل معاه على قد ما تقدر. بالنسبة للبالون، انت طبعا اول ما بتروح هناك توصل النايل كروز، اول يوم بيدفعك الفلوس عشان عقبال ما ياخد الموافقة لغاية اخر يوم بتطلع فيه. ليه؟ لانها بتبقى تبع وزارة الطيران، وبيطلع معاك مسؤول في المنطاد على سلامتك طبعا. طبعا البالون ده مش موجود غير في الاقصر، يعني ايشي خيال يا ناس. طبعا انا حصل معايا موقف هناك خاص بالبالون، فلازم ان انا اقول لكم عشان تاخدوا حذركم وتتأكدوا من شركة السياحة. احنا بعد ما روحنا وتوجهنا عشان ناخد المركب قالوا لنا معلش الجو مش كويس فما ينفعش ان انتوا تطلعوا، الرحلة اتلغت. طبعا اكتشفنا في الاخر ان كل ده كلام، وبالنسبة للمرشد السياحي اللي كان معانا قبض من اجانب مكاننا فطلعهم الرحلة بتاعتنا. بالنسبة بقى لجزيرة النباتات وقرية النوبية في منتهى الجمال، بس في حاجة حصلت برضو في القرية النوبية خدوا بالكم منها، ان في شو بيتعمل في البيت النوبي اللي انتوا بتقعدوا فيه، في رقص ومغنى، ده ما حصل لناش، اتأكدوا من الحاجات دي قبل ما تطلعوا. واللي عنده اي استفسار يبعتلي في كومنتات وانا هرد عليه. باي.